خلي بالك عشان في فخ خطير جدا 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 ممكن الشيطان يوقع فيه ناس كتير من الناس اللي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، ويعني بتكثر في العبادات، بس بسبب الفخ ده يعني لا قدر الله ممكن الأعمال لا تقبل. الله سبحانه وتعالى يقول: يمنون عليك أن أسلموا. في ناس بتحس كده لسان حالها بتمن على ربنا إن هي أسلمت، بتمن على ربنا سبحانه وتعالى إن هي عبدت، والعياذ بالله. يعني يبقى كده لسان حاله كتر خير الدنيا، احنا الحمد لله احسن من غيرنا. دايما كده حاسس ان هو كتر خيره ان هو قام بالعباده دي. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فده لسان حال خطير جدا جدا جدا، لان في النهايه انت مش بكثره العمل بتاعك، يعني انت مش بتعمل عمل كتير فخلاص كده انت بشرت بالقبول وخدت كده صك الغفران وخلاص، يعني انت كده تمام، انت كده في السليم. الموضوع مش كده. الطريق الى الله سبحانه وتعالى تقطع بالقلوب، يعني انت قلبك سليم وانت رايح لربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ يعني ان انت يعني والعياذ بالله ان شاء الله ما يكونش في حد فينا كده، ولكن ان انت تقول الحمد لله انا كده احسن من غيري كتر خير الدنيا، ده للاسف حال سيء جدا جدا جدا، ومش ده الحال الصح اللي المفروض العبد يكون عليه. العبد بيلتمس رضا ربه سبحانه وتعالى، وبيبقى كده يعني بيعمل العمل ولسان حاله زي لسان حال اخوة يوسف، لما اخوة يوسف سيدنا يوسف عليه السلام لما راحوا للملك وقالوا جئناك ببضاعة مزجاة، يعني جبنا لك بضاعة يعني مش افضل شيء. تمام. العبد وهو مقبل على ربنا سبحانه وتعالى بيكون لسان حاله كده: يا رب ده العمل القليل اللي قدرت اعمله، ويا رب العمل ده لا يوفي شكرك، ولكن يا رب هو ده استطاعتي، يا رب تقبله مني على نقصه وعلى تقصيري، يا رب تقبلني ويا رب ارحمني. ويكون مؤمن ان هو هيدخل الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى مش بعمله. يعني احنا عارفين القصة بتاعت الراجل العابد المؤمن اللي قعد طول عمره بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، ويحشر يوم القيامة وهو يعني واخده كده الحماس وحس ان هو يعني عبد ربنا سبحانه وتعالى كتير قوي. فربنا سبحانه وتعالى يعني العبد ده بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يحاسب بقى بالميزان بالظبط. يعني كلنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يدخلنا الجنة برحمته وليس باعمالنا. فالراجل ده العبد ده كان واثق قوي في عبادته، فيسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يتحاسب بالظبط بعبادته، يعني ظنا منه ان هو كده خلاص عبادته كتير قوي، فبالتالي لو اتحاسب بالحنتوفه، لو اتحاسب بالظبط بالمسطره، فهو كده يعني هيبلغ درجات عاليه جدا. فالله سبحانه وتعالى يقيم الميزان ويضع نعمه واحده بس من نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه، اللي هي نعمه البصر، في كفه، وكل عبادته يضعها في كفه تانية، فتغلب كفه نعمه البصر، فيبقى كل عبادته اللي هو عبدها في الدنيا ديت لا تكافئ حمد نعمه واحده بس من نعم ربنا سبحانه وتعالى. واحنا ممكن نتامل في ده، يعني نتامل ان فعلا رحمه ربنا سبحانه وتعالى وتقدير ربنا سبحانه وتعالى لينا ولطف ربنا سبحانه وتعالى بينا ونعمه التي لا تعد ولا تحصى لا يكافئها شيء. يعني احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى لان احنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى ونخشى عذابه، ويعني املا وظنا في ان ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا، ولكن في النهايه لازم لسان حالنا يكون ان احنا عبيد مفتقرين لله سبحانه وتعالى، بنأمل ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبلنا. سيدنا ابو بكر اعبد الصحابه وافضل الخلق بعد الرسل كان يقول: والله لا امن مكر الله حتى لو كانت احدى قدمي في الجنه، يعني لو رجل واحده بس في الجنه والرجل التانيه بره انا ما زلت خايف، ويعني ما زلت اسال ربنا سبحانه وتعالى السلامه وان هو يبلغني الجنه. كانوا دايما قلوبهم ناحيه ربنا سبحانه وتعالى يعني واجله، يعني يخافوا ان اعمالهم لا تقبل، يخافوا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يرحمهم ولا يدخلهم الجنه، لان ده لسان الحال السليم. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا ده قبل كده، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقيم الليل وبيطيل في القيام، تمام، حتى تتفطر وتتورم قدماه الشريفتين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش يعني انا خير الرسل وخير البشر خلاص كتر خير الدنيا والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش لسان حاله كده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لسان حاله لسان حال العبوديه التامه. لما سئل: يا رسول الله هون عليك اوليس الله اولم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افلا اكون عبدا شكورا، يشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمه دي. فده لسان حال العبد المؤمن، لسان حال العبد السديد اللي ربنا سبحانه وتعالى يوفقه للعباده. لذلك دايما اي لحظه تحس فيها انك بتستكتر العباده، او تحس فيها انك احسن من غيرك، او تحس فيها ان انت يعني ناس كتير جدا مش بتعبد ربنا دلوقتي وانت يعني ربنا من عليك بالعباده فانت ياخدك كده الغرور، افتكر ان ده ما هو الا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. يعني حتى العباده هي توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، فتشكر ربنا سبحانه وتعالى على ذلك، وتسال الله سبحانه وتعالى ان هو يثبتك وان هو يتقبل عملك. لسان الحال ده احنا لازم نعيش بيه، لان لسان الحال التاني بقى اللي هو تمن على الله سبحانه
سبحانه وتعالى بالطاعة، للأسف ده يعني ده ممكن لا قدر الله العمل لا يقبل بيه، وكمان ممكن يشت بصاحبه عن الطريق، يعني ممكن يكون سبب في ضلال صاحبه اللي بيفكر بيه. ربنا يا رب يجعل أعمالنا كلها خالصة له، ويتقبل منا أعمالنا على تقصيرنا وعلى قلتها. أشوفكم إن شاء الله بكرة في فيديو جاي، وافتكروا إن احنا كل يوم في رمضان عندنا فيديو. أشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم.